ازاي تبني كاريزما صوتية في 5 خطوات. الخطوة الأولى، أرجوك وأنت بتتكلم اتكلم ببطء، لكن البطء هنا ما يبقاش فيه رتابة. يعني ما ينفعش نقول إيه ازاي تبني كاريزمتك الصوتية في 5 خطوات، فركز معايا فيهم. لا، الكلام ده مش مظبوط خالص. لكن لما اقولها تعالى ابني لك بقى كاريزمتك الصوتية في 5 خطوات، يبقى الكلام ده كويس جدا، وادي فيه بطء لكن بطء غير ممل. دي اول خطوة من ال5 خطوات. الخطوة التانية او الخطوة التانية، ارجوك اتكلم كلام مسموع. يعني ما ينفعش اقول مثلا ايه ازاي بقى تبني بقى كاريزمتك الصوتية في 5 خطوات، فركز معايا لانه مهمين جدا. لا، هنا الكلام مش مسموع، لكن لما اعلى بطبقة الصوت والصوت يبقى مسموع للناس، يبقى هنا ده هبني بقى كاريزمتي الصوتية. تالت نقطة، ودي نقطة مهمة جدا، أرجوك اعمل نوع من الوقفات أو الاسترس على بعض الكلمات، والنقطة دي في منتهى الأهمية. يعني لما أجي مثلا عايز أنور كلمة كاريزمة الصوت، هقول لك إزاي تبني كاريزما صوتية. يبقى هنا كاريزما صوتية، أنا هنا إيه نورتها، يبقى تنوير الكلمة استرس عليها. رابع حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، استخدم لغة الجسد. يعني وانت بتتكلم عبر بايدك، ابتسم، ووضح قد ايه ان لغة الجسد ماشية مع الكلمات. اخر حاجة، ودي نقطة برضو مهمة جدا، لما تيجي تتكلم او ترد على حد وانت بتتكلم، خد نفس كده اللي هو نفس خفي، يعني محدش، نفس غير ملحوظ. وانا بتكلم اقف ثانيتين اخد النفس من غير ما حد يشعر بهذا النفس. ال5 خطوات دول مهمين جدا، لو كتبتهم وطبقتهم هتبني كاريزمتك الصوتية.